السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده لو انت طالب في كلية الصيدلة، في الفيديو ده حرفيا اهم فيديو ليك قبل ما تخش الجامعة. ده لو انت طالب في كلية الصيدلة، هنتكلم النهارده عن ايه الفرق اصلا بين صيدلة كلينيكال وصيدلة جنرال، وهنتكلم عن المواد اللي انت هتاخدها اول ترم او اول سنة، وهنتكلم عن حاجات كتير جدا تخص كلية صيدلة. فلو انت طالب في كلية صيدلة، اتمنى ان انت تشوف الفيديو ده لحد الاخر، لان اكيد هيفيدك جدا جدا جدا. ده اول حاجة باكتر سؤال بيتسأل، وهو ايه الفرق بين اصلا بين صيدلة كلينيكال وصيدلة جنرال. يا جماعه، صيدله زمان ما كانش في حاجه اسمها صيدله كلينيكال وكان صيدله جنرال، هي كانت صيدله واحده بس بشهاده واحده بس. دلوقتي يعني من 2019 تقريبا اتطبق قانون جديد ان يكون شهاده التخرج اسمها فارم دي. فارم دي معناها شهاده اقوى، شهاده معترف بها في اغلبيه الدول الاوروبيه، يعني شهاده قويه جدا، هي شهاده فارم دي. تمام. زمان كان اللي عايز ياخد شهاده فارم دي كان لازم بعد الصيدله يعمل معادله وكده، ولكن صيدله زمان كانت 5 سنين، وكنت بتاخد شهاده مش فاكر صح اسمها، ولكن ما كانتش هي شوف فارم دي، كانت صيدله واحده. دلوقتي بقى في حاجه اسمها شهاده فارم دي وفارم دي كلينيكال، ولكن بتاخد الدراسه على 6 سنين. 5 سنين تعلم وسنه امتياز. الاول ما كانش فيه الامتياز دي، كانت هي 5 سنين اعتقد بس على بعضها. دلوقتي انت بتتخرج بشهاده فارم دي وفارم دي كلينيكال. ايه الفرق طب بين فارم دي وفارم دي كلينيكال؟ اولا فارم دي هي الصيدله العاديه اللي هو بيشتغل في صيدليات، ممكن يشتغل في مصانع كده. طب الفارم دي كلينيكال اللي هو بيشتغل في صيدليات ومصانع وكل حاجه، وكمان بيشتغل في مستشفيات. ده المفروض ان هو اللي بيحصل، ولكن اعتقد عندنا في مصر دلوقتي حاليا ما تطبقش موضوع ان انت تشتغل في مستشفيات والكلام ده. الله اعلم، أنا لسه ما اعرفش، ولكن الموضوع ده عشان جديد فمفيش كتير عارف الفرق بين صيدله كلينيكال وصيدله جنرال. فهي الفرق ان كلينيكال بتشتغل مع مستشفيات، بتكون مثلا تحسب جرعة معينة، تدي أدوية معينة، بيكون مع الدكتور يعني بيساعده في حاجات كتير، جرعات مخدر كده. هو ده مهمة الصيدلة كلينيكال. ده اعتقد بس الفرق. طب الفرق بقى في الدراسة، الفرق في دراسة الصيدلة كلينيكال بتعتمد اكتر عن الحاجات الاكلينيكيه، يعني قريبه شويه من طب بشري كمواد، ولكن ده مش في الاول. في الاول بيبقى صيدله جنرال وكلينيكال زي بعض، ولكن مثلا في تانية في تالتة في كده بتبدا الحاجات تتغير شويه. يعني هما بيدرسوا مثلا، انت مثلا بتدرس القلب مثلا، بتدرس بس تاثير الدواء عليه، حاجات ميكانيزم بتاعه، حاجات بسيطه، لكن هما هيدرسوا بتفاصيل اكتر منك. ده الفرق. طب هل لو واحد صيدله جنرال يقدر يبقى صيدله كلينيكال بعد التخرج؟ عادي. اعتقد ان صيدله جنرال بيقدر يعمل معادله بعد ما بيخلص ال6 سنين دراسه. المعادله دي بتكون سنه، او بيعمل حاجه زي المعادله كده، وبيبقى صيدله جنرال عادي. ولكن حاليا اعتقد ان مفيش فرق بين صيدله كلينيكال وصيدله جنرال في مصر. اعتقد في مصر مفيش كده، يعني كله في الاخر بيشتغل في صيدليات او في مصانع او في كده. بره مصر بقى صراحه دي انا ما مش هقدر افيدكم، لان انا ما اعرفش بره مصر، ولكن اكيد ليها شغل بره مصر. نخش بقى في المواد اللي انت تاخدها اول ترم او اول سنه في كليه صيدله. بص، اولا في مواد بتكون ثابته ومواد متغيره. المواد الثابته دي زي ايه؟ زي الاورجانيك، زي الاناليسيز، زي الكوجنيزي. دي في مواد بتكون اساسيه انت لازم تدرسها اول سنه او اول ترم، عشان هي بتمتد معاك مثلا لحد سنه تانية او لحد سنه تالتة كمان. وفي مواد دي بقى على حسب الجامعه، ممكن جامعه تحط ماده مكان ماده وكده. المهم ان انت في الاخر بعد 6 سنين هتكونوا كلكم واخدين نفس المواد دي. فانا هتكلم عن المواد بتاعتي في اول سنه في كليه صيدله جامعه مصر. انا دلوقتي هكلمكم عن المواد اللي انا خدتها في اول ترم وتاني ترم. اول ترم المواد اللي انا خدتها، خدت اورجانيك اللي هي الكيمياء العضويه، خدت اناليسيز اللي هي الكيمياء التحليليه. الكيمياء العضويه طبعا انتوا عارفينها، اللي هي ثانويه عامه عضويه وكده. الكيمياء التحليليه دي اللي هو الباب التاني في ثانويه عامه، اللي هي بقى اللي بتقعد تحسب معادلات وقوانين ده اللي هو التحليل الكمي والتحليل الكيفي. دي الكيمياء التحليليه. وخدت فارماكوجنوزي دي اللي هي علم العقاقير، يعني انت بتاخد نبات بتعرف بقى النبات ده بيعملوا منه ادويه ايه، السايد افكت بتاعه، التاثير بتاعه على المريض، ممكن يعمل انتراكشن مع ايه. فانت بتدرس كل حاجات تخص النبات ده. وخدت هيومن. هيومن دي ماده بالعربي، عندنا كانت بالعربي، بتقعد بقى تدرس التخاطب وحاجات عن السياسه وكده. دي ماده مش اساسيه، الماده دي بتختلف من جامعه لجامعه. تمام. وخدت ان بي ساينتفك رايتنج، ده بيعلمك ازاي تكتب ايميل كويس، وازاي تكتب باراجراف كويس، وازاي تكتب اصلا بحث كويس. بيعلمك كل حاجه عن الكتابه، لو انت عايز تقدم مشروع بحثي، عايز تقدم كل الحاجات دي، هو بيعلمك كل حاجه عن الكتابه حرفيا. خدت الانجليش، خدت الانجليش ده بيبقى 3 مستويات. بتمتحن امتحان في اول الجامعه، بيحددوا انت مستواك ايه، على حسب المستوى بتاعك بتخش الجامعه. طب هل لو انت جبت صفر، لو انت جبت صفر في الامتحان ده مش هتخش الجامعه؟ ملوش علاقه، ولا برضه بيختلف. في جامعات ما بتعملش الامتحان ده، في جامعات بتعمل. انا جامعتي انا كانت بتعمل الامتحان ده، وابقى اعمل لكم فيديو ازاي تجيب اعلى مستوى في الامتحان ده. انا جبت اعلى مستوى الحمد لله. وخدت الانجليش 101. وخدت ماده اسمها بي تي بيوتيكال اورينتيشن، دي ماده بتعلمك بقى كل الحاجات تخص الصيدليه.
يعني ازاي تتعامل مع المريض في الصيدليه، ايه الحاجات اللي ممكن تديها له ارخص. يعني هي ماده كده بتعلمك كل حاجه حرفيا وانت واقف في الصيدليه تعمل ايه. ايه هو إيه مثلا الدواء اللي بيترج، ايه هو الدواء اللي انت لازم تحط ميه، ايه الدواء اللي لازم تحط في التلاجة، ايه الدواء اللي ممكن يبوظ، ايه الدواء اللي ممكن يعمل تسمم بعد كده. بتدرس كل حاجه، ودي ماده بتكون صغيره جدا وبتكون حلوه. دي كده المواد اللي خدتها في اول ترم. طب المواد اللي خدتها في تاني ترم، خدت بقى مواد زي مثلا اورجانيك 2. يعني انت عندك مثلا اورجانيك العضويه مش واحد بس، انت عندك اربعه. خدت اورجانيك 2، خدت اناليسيس 2، خدت كوجنو 2، خدت ام دي يعني اناتومي هيستولوجي. بتدرس بقى الجسم وكل حاجه تخصه، بتدرس بقى الهيستولوجي والاناتومي. كل الحاجات دي يعني انت بقى ابحث عنها بقى. وخدت ماده اسمها بي تي 202، دي اللي هي الفيزيكال يعني ماده بتكون بتدرس بقى تركيز دواء، بتعرف تعمل حاجات عليه. يعني هي برضو ماده ليها علاقه بالادويه والتركيزات والحاجات دي. دي رياضه شويه شبه الفيزياء والحاجات دي. دلوقتي بقى بسرعه كده عن المواد او العملي اللي انت هتدرسه في الجامعه. بص، اول حاجه انت كل ترم عندك اكيد في مواد عملي، ده اساسي. المواد العملي دي بتاعت ايه؟ بتكون بتاعت المواد الاساسيه، يعني المواد اللي انت هتشتغل بيها بعد كده لازم تدرس لها عملي. زي مثلا الاورجانيك، زي الكيمياء التحليليه، زي مثلا الكوجنو. دي كده مواد اساسيه انت لازم تدرس لها عملي. فانا هقول لك اول ترم كده المواد اللي انت تدرس لها عملي دي ايه العملي بتاع كل ماده. اول حاجه العملي بتاع الاورجانيك. العملي بتاع الاورجانيك ده بيكون ايه؟ بتكون حاجات عضويه انت بتاخدها على هيئه مركبات. يعني مثلا الفينول، البنزين، الحاجات دي كلها انت هتدرسها. هتعمل ايه؟ بيجيب لك مثلا مركبات وانت بقى بتقعد تحط تيست تيوب. يعني هي بيكون كلها حاجات ليكويد، كلها الوان. انت بتستنى تشوف لون معين عشان تعرف ان اللون ده بتاع الماده دي. انت مستني تحط حاجه على حاجه عشان الاتنين دول مع بعض بيعملوا فوران او بيعملوا ايفرفيسن. يعني هي عارف انت زمان لما كنا بنتفرج على الكرتون وكده، وكنت تلاقي بقى مركبات بيحط لون على لون، بيحصل ايفرفيسن او فوران، بتعمل حاجه فبيدي لك لون غريب. ممكن تمسك ماسك تيست تيوب فيها لون، تستنى دقيقه تقوم مغير اللون بتاعها. هي دي الاورجانيك. بتدرس مركبات وحاجات كده كتير زي الميثايل، ايثايل، الحاجات اللي انت خدتها في العضويه كلها. تاني حاجة وهي الكيمياء التحليلية. الكيمياء التحليلية اللي هي الاناليسيس بتكون ايه؟ شبه الاورجانيك شوية، ولكن بتكون انت بتحسب تركيز حاجة معينة. انت او بتبقى عايز، يعني انت يا اما بتكون عايز تعرف المادة دي نوعها ايه، او بتبقى عايز تعرف المادة دي تركيزها ايه. فانت اول حاجه بتعرف الماده دي نوعها ايه عن طريق برضو الالوان. بيقول لك مثلا لو جبت المركب ده حطيت عليه كذا اتحول لونه احمر يبقى ده المركب ده، لو اتحول لونه اخضر يبقى ده المركب ده. هي كلها كده برضو الاناليسيس الالوان. ولكن في جزء تاني بقى، بعد ما انت بتجيب الالوان تقوم جايب مساله تقعد تعوض بقى التركيزات عشان تعرف تركيز الماده كده. يعني هو الفرق بين الاورجانيك والاناليسيس في المعمل ان الاناليسيس فيها شغل رياضه شويه وفيها مسائل وبتحتاج الاله وحاجات كتير. نخش بقى في تالت ماده، وصراحه دي الماده اللي هي يعني كالعمل بتاعها حلو، هي الكوجنوزي. الكوجنوزي عباره عن انت بتاخد نبات معين بتحطه تحت الميكروسكوب، بتقعد تدور على كي اليمنت. كي اليمنت دي يعني حاجه انت لما بتشوفها بتعرف ان الماده دي هي مثلا البودر، بتعرف مثلا ان الماده دي هي الكركديه، بتعرف مثلا ان الماده دي هي القرنفل. هي حاجه معينه انت بتشوفها، لما بتشوفها بتعرف اسم الماده دي. فهو الكوجنوزي كلها ميكروسكوب. يعني انت حرفيا مفيش معمل في الكوجنوزي بتشتغل من غير ميكروسكوب. لازم يكون قدامك ميكروسكوب، تحط العينه بتاعتك على السلايد وتقعد تبص من تحت الميكروسكوب بقى، تقعد تشوف بقى الحاجات الدقيقه وحاجات كده عمرك ما تشوفها بالعين المجرده. واصلا بيبقى الموضوع مدهش لما انت بقى تقعد تشوف الحاجات الصغيره دي تحت الميكروسكوب. عندنا عملي الفيزيكال. عملي الفيزيكال ده بيكون بتفصل المواد عن بعض. مثلا يجيب لك مثلا ماده فيها حاجتين، فانت المفروض بتقعد تعمل تقطيرات وتفصل المادتين عن بعض. فيها شغل عملي، ولكن النظري بتاعها اكتر، اللي انت بقى تقعد تكتب مسائل وقوانين وحاجات دي كلها. يعني انت بتحتاج بس العملي عشان تطلع منه تركيز حاجه معينه، تاخد بقى الحاجه دي وتعوضها بقى في النظري، اللي انت بقى تقعد ترسم حاجات مثلثات، تقعد بقى. يعني هو شغل الفيزيكال شبه شغل الاناليسيس، ولكن النظري فيه اكتر. يعني الاناليسيس كانت 50-50، لكن ده 70-30 مثلا. فالعملي قليل، النظري بتاعه او المسائل بتاعتها كتير. ودي كده كانت المعامل اعتقد بتاعت سنه اولى. بس اعتقد انا على ما اتذكر هي دي المواد بتاعت سنه اولى. مواد متوسطه، يعني ممكن تبقى بالنسبه لك في الاول صعبه عشان انت لسه ما تعودتش على اللغه، ما تعودتش على حاجات كتير. طب بقى عندي سؤال، هل انت دلوقتي لو انت داخل كليه طبيه وانت اصلا معكش لغه كويسه، هل هتعرف تتعامل مع الجامعه والدراسه وكده؟ بص، في الاول هيبقى الموضوع صعب،
ولكن بعد كده بعد اول ترم، يعني في اول ترم ده هتحس بصعوبه جدا. اول ترم ده اصعب ترم بيعدي عليك في الجامعه. بعد كده الدنيا هتبقى سهله عشان انت تبدا اتعودت على المصطلحات. طب هل دلوقتي تروح تفتح كورس بيشرح مصطلحات طبيه وتاخده؟ مفيش الكلام ده. انت والله لو قعدت مسكت الورقه وقلم وقعدت تحفظ فيه مش هتعرف. انت بالتكرار الموضوع بيثبت في دماغك. على ما بيقولوا التكرار بيعلم الشطار. انت هتقعد تكرر 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 لحد ما الكلمه انت هتشوفها هتثبت في دماغك على طول ان الكلمه دي كان معناها كذا. بس يعني الموضوع سهل وان شاء الله كله يعدي. دي كده كانت مواد سنه اولى في كليه صيدله، وكل حاجه انت كنت عايز تعرفها عن كليه صيدله هي دي. انا حاولت اقول لك اكتر حاجات، واكتب لي برده في التعليقات الحاجات اللي انت عايز تعرفها، وان شاء الله اعمل لكم فيديو في اقرب وقت وهشرح لكم فيه كل الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها.